السلام عليكم إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في قناة عالم دينا وفي فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نشارك معكم هاد الحلوى اللي كتوجد في 10 ديال الدقائق. هي اصلا كتجي سهله في التوجد ديالها ورائعه، وفوق هادشي كتجي هشيشه كتذوب في الفم وبمقادير بسيطه، ما فيها لا زبده وفيها غير بيضه وحده. ان شاء الله تعجبكم وتعجب وليداتكم. كتصلح هكا في الكوتي وكتصلح هكا لدوازاتي توجديها في ساعتها الا جا عندك شي حد. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا الطريقه وجميع الاسرار. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. ان شاء الله غادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. هنا كما قلت لكم البيضه ديالي غادي نخلطها مع الفاني، غادي نزيد عليها 80 غرام ديال سكر سنيده. انا عندي سكر مخلط مع داك السكر الكحل داكشي باش كتشوفوا فيه هذاك اللون هكاياك قهوي. صافي وكنخلطوا هاد 3 ديال المقادير، كنخلطوهم مزيان حتى كنحسوا بهذاك سنيده وفاني دابو مزيان مع هذيك البيضه. هاد الكاطو البنات كيعجب بزاف الدراري فاش هكا كيخرجوا من المدرسه. فكره زوينه انكم توجدوه لهم هكايا غير ساعه قبل ما يجيو كيوجد ما شاء الله دغيا دغيا. وحتى هكا الا جا عندكم شي ضيف هكا على خفله دغيا دغيا تحضروه له. انا غادي نزيدو 80 مليلتر ديال الزيت، اللي غادي نخلطوها حتى هي مزيان مع الخليط حتى تندمج معاه كما كتشوفوا. فما كنبقاوش نحسوا ان الزيت باينه وكيولي الخليط ديالنا هكا على هذا الشكل هذا. هنا غادي نزيدو كاس ديال النشا اللي هي المايزينا او دقيق الذره، عندها تبارك الله بزاف ديال السميات. المايزينا اولا النشا، عرفتوا هاد النشا كيدير واحد النكهه لهاد الحلوه هذه ما نقولش لكم، هي اللي كتخليها كتجي هكا كفتيته، ماشي غير افتيه، ماشي غير هي سر الوحيد، ولكن حتى هي من الاسرار اللي كتخلي هاد الكاطو كيجي واعر هشيش. شتي فاش غتذوقوه يجيب لكم الله كتاكلوا كوكيز. انا ولادي فاش ذاقوها المره الاولى قالوا لي ماما راه حنا حاسين بحال كناكلوا كوكيز. هنا 2 معالق كبار ديال الكاكاو كما كتشوفوا غربلته مزيان باش نحيد منه دوك الحبيبات، وفاش نجي نحركو ما يجينيش صعيب. فاش كيكونوا دوك الحبيبات كنبقاو نتقاتلوا معاهم، اللهم هكا كتغربليه وكتهناي حتى في التحرك تيجيك ساهل. صافي كنحركوا الخليط مزيان مع البيض باش ما يبقاش عندنا البيض والكحل، حتى كيولي كله هكايا بلون واحد. صافي وغادي ندوزو باش نزيدو الخميره ديالنا. هنا عندي خميره ديال الحلوى 11 غرام اللي غادي نغربلها حتى هي كما كنقول لكم، غير باش نيفيتيو هذوك الحبيبات ما يعطلوناش هكايا في لاغوسيت ديالنا. صافي من بعد ما غربلتها غادي نزيد كاس ديال الطحين اللي هو 100 غرام. نتوما كما كتشوفوا هنايا غادي نزيد الكاس ديال الطحين ديالي هي 100 غرام، غادي نغربلو حتى هو. صافي وغادي ندوز باش نبقى نخلط بيدي، لانه هنا ما يمكنش نكمل بفوي، العجينه بدات كتقصح. كما كتشوفوا هنايا غادي نحاول ندمج هذاك الطحين كله مع هذاك الخليط اللي عندي. هنا كما كتشوفوا كل واحد شحال غادي ياخذ له هاد الحلوه هذه ديال الطحين. انا هنايا كنشوفها باقا كتلصق ليا، انا زدت هنايا قياس نص كاس ديال الطحين يعني 150 غرام، نص كاس ديال الطحين اللي هو 50 غرام.
ولا شفتوها باقا كتلصق ما ترددوش، زيدوا الطحين لانه ما خصهاش تبقى كتلصق في يديكم حتى تحسوا بها بدات كتجمع ليكم. انا صافي زدتها غير شي شويه، كملت بها داك النص ديال الطحين اللي ديال النص ديال داك الكاس صافي، وخرجت لي على هذا الشكل هذا، على هذا القوام العجينه. هنا غادي نزيد عليها هذوك البيبيتو شوكولا اللي كيعطيوها مذاق رائع. يمكن لكم ما ديروش، ولكن بصراحه ديروا اللي عندكم وليدات صغار غادي يحماقوا عليه بلي بيبيتو شوكولا. زعما هاد المرحله هذه ماشي ضروريه، ولكن كتزيدوا جماليه ولذه لهاد الحلوه هذه. صافي هنا غير كنجمعوها وكنحاولوا ندخلوا فيها دوك الكريكبات ديال الشكلاط، وكندوزو كنجيبوا البلاطو ديالنا باش نبداو نشكلوا الحلوه ديالنا. هنا الحلوه ديالي كل وحده فيها تقريبا 30 غرام. هاد الاولى هذه درتها شي شويه فايته كبيره شي شويه، ولكن انت باقي كلهم صغرتهم شي شويه مع تبارك الله فاش غادي يطيب مع الخميره كيزيد يكبر. هنا كما كتشوفوا الطريقه باش كنكور الحلوه، كنديرها كركوبه ومن بعد كنهبطها بيدي على هاد الشكل هذا. ولا ديرونجاتكم وخرجوا لكم دوك الحبيبات ديال الشكلاط منها عاودوا كوروها ماشي مشكل، ولا كانوا كتاري الحبيبات طاحتوا في شي كركوبه عامره بالكريكبات ما فيها باس، نقصوا منهم وعاودوا كركبوهم وهبطوهم هكا بصبيعات ديالكم. صافي كنستمروا بهذا الشكل حتى كنعمروا البلاطو ديالنا. عطات ليا تبارك الله بلاطو عامر هاد المقادير، غير بيضه وحده بلا زبده غير بالزيت، وتبارك الله خرجت ليا هاد الشيء. عندي الفران سخن، بعد ما سخنته على 200 درجه هبطته على 180 درجه فاش دخلت الحلوه ديالي، وخدات لي 20 دقيقه بالضبط. 20 دقيقه سخنت الفران 5 ديال الدقائق، ومن بعد زدت 20 دقيقه ديال الطياب، هي 25 دقيقه بالخمسة دقائق ديال الطياب، وخرجته. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي، غير في الهزه كتحسوا به خفيف، غير في الهزه ديالو يعطيكم الخبار ديالو. شوفوا كيفاش كيجي اللون ديالو هشيش وخفيف، وفاش كتعضوا فيه كيدوب ليكم في الفم، ويجيكم مذاق ديال الكوكيز، وكتحسوا فيه مذاق حتى ديال القهوه بداك الكاكاو. كما كتشوفوا هنا حليت لكم وحده، شوفوا كيفاش كتجي في القسيم. ها نتوما شوفوا هشيش هشيش، كتقيسي كيتهرس بوحدو. انا متاكده هاد الوصفه الا درتوها غادي تعجبكم، وإلا عندكم اي استفسار ولا اي سؤال كيما بغا يكون خليوه ليا في التعليقات وغادي نجاوبكم عليه. وكنعاود نقول لكم الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. كنتمنى تكون عجبتكم هاد الوصفه، وتنقول لكم خليت لكم الراحه، وان شاء الله نتلاقاو فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.